مع اقتراب ختام شهر رمضان المبارك، تتجه أنظار المواطنين في مصر والعالم الإسلامي نحو السماء، ترقباً للحظة ميلاد هلال شهر شوال، التي تحمل معها بشائر الفرح وحلول عيد الفطر المبارك، في مشهد سنوي يجمع بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية. الحسابات الفلكية تحدد موعد هلال شوال. كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر شوال 1447 سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 رمضان الموافق 19 من مارس لسنة 2026، وهو ما يعرف فلكيا بيوم الرؤية. مدة بقاء الهلال في السماء. وأوضح المعهد أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة، وهي مدة كافية تتيح إمكانية رصده بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات. وأضاف أن الهلال سيظل ظاهرا في باقي محافظات مصر لفترة تتراوح بين 30 و37 دقيقة، ما يزيد من فرص التأكد من رؤيته في مختلف أنحاء الجمهورية. رؤية الهلال في الدول العربية. وأشار البيان إلى أن مدة بقاء الهلال بعد الغروب في العواصم والمدن العربية والإسلامية تتفاوت بين 11 و44 دقيقة وفقا للموقع الجغرافي لكل دولة، وهو ما يعكس دقة الحسابات التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. موعد عيد الفطر فلكيا. وبحسب هذه التقديرات، أكد المعهد أن غرة شهر شوال 1447 فلكيا ستكون يوم الجمعة 20 من مارس 2026، ليكون بذلك أول أيام عيد الفطر المبارك. ورغم دقة الحسابات الفلكية، يظل الإعلان الرسمي لبداية شهر شوال مرهونا بثبوت الرؤية الشرعية،